بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم حلقه جديده من برنامج ببساطه مهمه اليوم. والنهارده هنتكلم عن موضوع يعني مشهور جدا في كل بيت، ويكاد يكون مفيش بيت لو تم فيه الكلام في الموضوع ده، الا هو موضوع العنوسه وتاخير الزواج. البنت بيجي لها كذا عريس، فاما هي بترفض يا اما هي بتقفل من العريس نفسه، مش حاسه ان ده عريس المستقبل، او ان ده يستحق ان هو ياخد يعني حريتها، او انها تديله يعني حياتها، او يحمل اسم ابنائها او ما الى ذلك. او ممكن ما يحصلش اقبال اصلا على البنت اللي يجي لها حد، فتبتدي الام تقول لك دي مسحوره، دي محسوده، طب نشوف لها شيخ، ونخش في سكه بقى ايه، امراض نفسيه، وسكه ان الشيخ يجي يقرا عليها حاجات وكلام من ده يعني. فاحنا عايزين نفسنا مهمه النهارده او مهمه بكره ان شاء الله ان احنا نصلح ما بيننا المفهوم ده. ليس يعني الزواج دليل كرامه، ولا تاخير الزواج دليل مهانه. ده رزق من عند الحق سبحانه وتعالى. وكم من امراه يعني متزوجه وتتمنى انها تطلق نتيجه ان جوزها مش كفء ليها، وكم من بنت مش متجوزه سعيده. كل حاجه بتيجي في وقتها، كل حاجه محتاج الواحد يصبر بس عليها. وقلنا قبل كده الايه دي اكتر من مره، ان الحق سبحانه وتعالى قال: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، يعني جاب له زوج وكده، فيقول ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا. فلا يعني تاخير الزواج لا دليل كرامه ولا دليل مهانه. فنفسنا احنا في بيوتنا نتعلم العقل شويه، نتعلم ان احنا نكون يعني نتعامل مع الموضوع بشكل افضل من كده. نصيحه لكل ام ومهمه لكل ام بكره، ان هي ترحم بنتها شويه. بلاش الضغط النفسي اللي انت مسيطره بيه على بنتك نتيجه ان هي اتاخر جوازها او محدش بيجي لها او الكلام ده كله. ده رزق من عند الحق سبحانه وتعالى، هيجي لها في وقت ان شاء الله باذن الله تعالى شخص كويس يستحق ان هي تحمل اسمه، يستحق ان هي تديله حريتها. لان بعد كده لن تستطيع انها تتطلق الا باذنه، مش هتقدر تصوم النوافل الا باذنه، مش هتقدر ان هي تعمل اي حاجه في حياتها الا باذنه. والراجل ده هيكون اب لعيالها، ونقعد بعد كده نندم ونقول يعني يا ريتها تتطلق او ما الى ذلك. عايزين نهدى شويه، كل حاجه بتيجي في وقتها، مفيش داعي خالص استعجال، مفيش داعي خالص ان انا اترجم الكلام ده ان ده عدم رزق، مفيش حاجه ان انا اترجم ان ده غضب من ربنا، اترجمه انه سحر، اترجمه انه يعني حسد. بالله عليكم لا اكثر ولا اقل من الدعاء، لا اكثر ولا اقل من اذكار الصباح والمساء، لا اكثر ولا اقل من الرقيه الشرعيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.